بعد 6 أشهر على الزلزال الذي ضرب هايتي مطلع العام وخلف أكثر من 250 ألف قتيل، جهود إعادة إعمار البلاد تتواصل، والمنظمات غير الحكومية تستخدم الويب للإعلام عن عمليات الإعمار هذه. منظمة أكشن ايد تحاول إدماج السكان المحليين بالعمل في إطار برنامج كاش فور وورك الذي أطلق بالتعاون مع الأمم المتحدة. هذه الصور تظهر مواطنين ينظفون الشوارع من الأنقاض وسيلة للحصول على بعض النقود. هذا الشريط الذي وضعته أوكسفام يظهر أن المنظمة بدأت تدريجيا باستبدال الخيم التي لجأ إليها المنكوبون بمنازل صغيرة آمنة، وذلك مع اقتراب موسم الأعاصير. منظمة حياة جديدة اختارت أن تهتم بالجيل الصاعد من خلال إشراكه بعملية إعادة الإعمار من دون انتظار المساعدات الدولية. إعمار لا يبدو أنه سينتهي قريبا بسبب النقص المادي، كما تشير الأمم المتحدة على موقعها المخصص لهايتي 2% فقط من 10 مليارات التي وعدت هايتي بها وصلت حتى الآن. اليونسف تحيي من جهتها كل من أرسل التبرعات إلى هايتي، وذلك من خلال سفيرتها نجمة التزلج على الجليد الكورية يونا كيم.